وكالعادة طالما ربنا سخّرني إن أنا أقول لك الكلمتين دول وسخّرك أنت إنك تسمعهم، يبقى الكلمتين دول ليك ولازمًا تسمعهم كويس. الحكاية بتبدأ بحوار ما بين ربنا والملايكة، لمّا ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، وبعد كده ربنا علّم آدم الأسماء، عرضوا على الملايكة، وبعد كده الملايكة سجدوا لآدم ما عدا إبليس. بعدين ربنا أمر آدم وحواء إنهم يسكنوا الجنة. وأمرهم ما ياكلوش من شجرة معينة، فوسوس ليهم إبليس وقال لهم ديت شجرة الخلد، فكلوا منها وعصوا ربنا. بعد كده ربنا نزلهم الأرض عقابا ليهم. لازم نعرف في البداية إيه هو سبب وجودنا. الطبيعي إننا نعرف الهدف أو الغاية وبعدين نمهد ليه الطريق. أنا مش هبالغ لو أنا قلت كلنا للأسف مش عارفين الهدف اللي إحنا اتخلقنا عشانه. كلنا بنجري ورا أهداف منتهية وسايبين الهدف اللي إحنا مخلوقين عشانه. بتعلم عشان ألاقي شغل كويس، أتجوز وأقعد أجمع في فلوس، المتعة المنتهية. كل واحد بيجري عشان يعوض اللي ناقصه، بس لازمًا ندوّر على الغاية اللي كلنا اتخلقنا عشانها. في الحياة ديّة لازمًا نعرف إحنا مخلوقين ليه، إحنا عايشين عشان إيه. المهمة هي خلافة ربنا في الأرض، العبادة هي اللي ما بينك وما بين ربنا. ربنا خلقنا للعبادة وبس، ومعقول إن السبب اللي ربنا خلقنا عشانه محصور في ساعة، والّا محصور في يوم، والّا محصور في شهر؟ الباقي بقى من حياتنا ما لناش علاقة بربنا؟ أنت شُفت قبل كده شركة بتشغّل موظف وتدّي له مرتب وهو بيشتغل نُص ساعة في اليوم بس؟ زيّنا بالضبط، إحنا بنعبد ربنا ساعة واحدة في اليوم، وال23 ساعة التانيين ما نعرفش حاجة عن ربنا. الإنسان 3 أنواع: إنسان بيعيش لنفسه، فكره وجهده كله لشهواته، بيحوّل كل النعم اللي ربنا ادّاها له لنفسه وده عبد لنفسه. وإنسان بيعيش للناس، فكره وهمه هو الناس، إزاي يرضي الناس، إزاي يكبر في عيونهم. وإنسان تاني بيعيش لربنا، إنك تستخدم النعم اللي ربنا اداها لك ديت في سبيل ربنا. اسأل نفسك كده، هو ليه ربنا اداني أنا النعم دي وحرم منها غيري؟ اداها لك يا صاحبي عشان الهدف اللي انت مخلوق عشانه، إنك تعبده وتخلفه كمان في الأرض. وعاوزك تسأل نفسك دايما، طيب أنا باستخدم النعم اللي ربنا ادّاها لي ديّة في عبادته والّا بتتحوّل معايا اللي أنا أبقى عبد النعمة ديّة وترضي شهواتك زي الحيوان؟ ربنا ميّزك عن الحيوان بالعقل عشان تعرف تختار. الحياة يا ابني قصيّرة، واللي إحنا عايشينه ده مجرّد لجنة امتحان، ونتيجته هي اللي بتحدد حياتك بعد كده هتبقى عاملة إزاي. يعني مثلًا إيه لازمة العربية من غير عَجَل؟ مش هتعمل لك حاجة، صح؟ أنت برضك مش بتعمل الغرض اللي أنت مخلوق علشانه. طيب برضك هو ده معناه إن إحنا بقى نقعد نعبد ربنا من غير ما نشتغل؟ لأ طبعًا. النعم وأسباب الحياة كلها مسخرة عشان الهدف اللي هو اتخلق عشانه، عشان يعبد ربنا. الحاجات اللي في حياتنا ديّة كلها سواء بقى مال أو جاه، كل ديّة أسباب ربنا اداها لك عشان تعبده بيها. طيب أنا عايز أسألك سؤال، هو اللي بيعيش للنعم ديّة بيبقى سعيد؟ هو أكيد لأ، عشان ما كناش لقينا مشاهير كتير أوي بتنتحر. سيبك من الابتسامة المزيفة اللي على الوشوش الأيام ديّة، الحكاية بتتكرر وهتفضل تتكرر. للأسف ما فيش حد عايش لربنا بجد، لازمًا يكون بيفكر في الحياة ومشاكلها. اللي عايش لربنا مش هيزعل لو حصل له شر، ولا هيفرح لو حصل له خير، لأنه عارف إن ربنا بيبتليه. اللي عايش لربنا موكّل حياته كلّها لربنا، راضي عن اللي بيحصل له وكل اللي مكتوب له. إحنا للأسف عايشين في غفلة، بنحب الدنيا وعارفين إن هي منتهية. الحياة من شهواتها ديّة كلّها كلّنا بنحبها، وناسيين إحنا مخلوقين ليه. ولازمًا نعرف إن الحياة ديّة مجرّد امتحان. يا جماعة أنا عايزكم تعرفوا إن الحياة ديّة قصيّرة، وبعد كده الامتحان بتاعك ده هو اللي هيحدد لك أنت هتكون فين.